السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو الطريقة باش كنعمرو الفورمولير ديال طلب الفيزا. هي المعلومات ساهلة باش كنعمروهم، لكن كاينة مجموعة ديال النصائح قبل ما نبداو التعمار. أول حاجة فاش تبغي تعمر هاد الطلب أو هاد الفورمولير، يعني تأكد واش باش تقوم بالتحميل ديالها من الموقع الرسمي ديال PLS. حيت كل مرة كيحاولو يبدلوها، المعلومات راه كيبقاو هما، غير مرة كيزيدو شي سؤال جديد ولا شي خانة جديدة، يعني هادي باش تنتبه معاهم. حيت أنا فاش دفعت في المرة الأولى كانت واحد النسخة قديمة، من بعد شهرين من بعد 6 شهور فاش عاودت الطلب ديال يعني الفيزا التانية، ديت نفس هاد النسخة. فاش وصلت عندهم تما قالولي هادي تبدلات، وعطاوني وحدة أخرى عمرتها بالورقة و الستيلو. يعني باش مطيحش في هاد الخطأ ديالي، غتمشي للموقع الرسمي وغتيليشارجي هاد النسخة. كما كنلاحظوا الفرق بين القديمة والجديدة، القديمة يعني ديريكتومون كاين واحد تيعطيك هنا تعمر، هاد الجديدة زادو هنا واحد هاد الكتابة هادي، وزادو واحد السؤال 34 حنا غادي نوصلوه وغادي نشوفوه. هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. كيفاش غادي تيليشارجي هادي؟ غادي نخلي ليكم الرابط أسفل الفيديو فين غاتيليشارجي هاد الجديدة، يعني من الموقع الرسمي ديال PLS. غنمشيو للموقع الرسمي ديال PLS بحال هكا، هي PLS-Spain-Morocco.com. من بعد فاش غتدخل غيعطيك الواجهة بحال هاد الشكل، غتحيد هادي هنا، غتشوف المدينة اللي تابع، مثلا الرباط، غضغط عليها بحال هكا، غطلع لينا هاد الواجهة. هنا كتختار اللغة اللي بغيتي، مثلا الفرنسية. من بعد غادي ننزلو للأسفل، كاين هنا فيزا ناسيونال وكاين هنا فيزا شنغن. غتجي لهنا فيزا شنغن، غضغط عليها، غنزلو للأسفل غادي تلقى هي تيليشارجي دي فورمولير. غيعطيوها ليك هنا باللغة الإنجليزية، بالإسبانية، بالفرنسية. غتختار نتا اللغة اللي كترتاح فيها وغتعمر بها. في الغالب غيختار اللغة الفرنسية، وغادي تلقى هذا هو النموذج. هذا هو علاش غادي نخدمو، غادي نعمروه يعني مباشرة. نرجعو دابا للتعمار ديال الاستمارة. في السؤال الأول، الخانة الأولى، أول حاجة هادشي لهنا مغاديش نعمروه، هادشي اللي في هاد الخانة هنا مغاديش متقيسهاش نهائيا، هذا خاص بالقنصلية. غنجيو لرقم واحد. رقم واحد هو هنا الاسم العائلي، يعني كتضغط هنا. اللي زوين في هاد النسخة هو أنك من الحاسوب أو من الهاتف كتضغط هكا تيعطيك تكتب، يعني مغاديش تمشي تقلب على شي لوجيسيال باش تموديفيه ولا باش تكتب به، ولا يعني مباشرة في الPDF، يعني فوكسيت ريدر ولا أكروبات ولا شي حاجة خدام. هنا كدير الاسم العائلي، هنا غادي كتخلي خاوية حيت حنا في العرب يعني تيكون عندنا يعني في الاسم العائلي والاسم الشخصي، متيكونش داك الاسم الثالث بحال في الدول الأوروبية. هنا الاسم الشخصي. في هاد الرقم 4 هنا غدير تاريخ الازدياد، يعني كدير اليوم الشهر والسنة، يعني 1/1/1980 مثلا. هنا مكان الازدياد، وكنصحكم بهاد المعلومات حاولوا تعمروهم من الباسبور باش يكون واحد المطابقة ديال المعلومات. نعطيكم واحد النموذج هنا ديال الباسبور، هزيتو من جوجل. هو هذا مكان الازدياد، تيكون هنا هو مكان الازدياد، غادي تلقاه هنا. غتكتب المدينة داكشي كيف ما مكتوب عندك هنا، كيف ما غتكتبو في التعمار. وبالنسبة لستة، يعني الدولة فين تاليتي. 7 الجنسية ديالك. هنا إلا كانت عندك شي جنسية وحدة أخرى، يعني غديرها مثلا عندك الجنسية التونسية وعايش في المغرب، ولا عندك الجنسية المغربية وعايش في تونس، يعني هنا كدير دوك المعلومات. في الغالب ما غاديش يكونو هادو. غندوزو لرقم 8، هنا كدير واش ذكر أو أنثى، يعني ذكر غتضغط هنا، كتمشي لفوق هاد الخانة هكا وكدير أوكي، كتكليكي وغادي تطلع ليك بحال هكا. بالنسبة لتسعود، هنا الحالة الاجتماعية ديالك، واش عزيب، واش متزوج، واش مطلق، واش يعني على حساب كتختار شنو كاين هنا. مثلا عزيب غدير هادي، تمشي لفوق هاد المربعة وغتضغط هكا وغادي تطلع. بالنسبة ل10، هادي إلا كان هاد صاحب الطلب اللي غيمشي كان قصير، يعني هنا خاص داك الولي ديالو، يعني الاسم العائلي، الاسم الشخصي، العنوان ديالو، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والجنسية ديال ولي الأمر ديالو. هداك الشي كامل خاصك تعمرو هنا. بالنسبة ل11، هنا غدير رقم بطاقة التعريف الوطنية، يعني نيميرو دو لاكارت ناسيونال، غديرها هنا. بالنسبة ل12 ننزلو للأسفل، هنا اش من جواز السفر اللي عندك، يعني غالبا عندك جواز سفر عادي يعني أوردينيغ، أما كاين جواز السفر دبلوماسي، كاين جواز سفر
ديال يعني ديال الدولة وديال المسؤولين وديال داكشي متيهمناش، حنا تيهمنا جواز عادي ديال المواطن عادي. بالنسبة لرقم 13 هنا غدير رقم جواز السفر يعني نيميرو دو باسبور، ملي غتجيبو من الباسبور رقم جواز السفر تيكون هنا غتهز هادشي كامل هنا وغتحطو تما. فوقاش خديتي الباسبور يعني تاريخ بداية الصلاحية، وهنا تاريخ نهاية الصلاحية ديال الباسبور، وهنا الدولة اللي عطاتك الباسبور. بالنسبة ل17 و18 هاد 17 و18 إلا كان شي واحد يعني في العائلة ديالك عندو الجنسية ديال شي دولة أوروبية، أو بالأخص إلا مثلا غتدفع لإسبانيا وعندو الجنسية الإسبانية، غدير المعلومات ديالو هنا، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، وغدير تاريخ الازدياد ديالو، الجنسية ديالو، يعني وهنا رقم بطاقة يعني بطاقة التعريف الوطنية ديالو. هنا كدير العلاقة اللي كتربطك مع داك الشخص صاحب الجنسية، واش أحد الأزواج ولا أحد الأطفال ولا الأحفاد ولا يعني شي حاجة أخرى إلا كانت شي حاجة أخرى كتعاود تعلّل هنا وتعطي يعني التفاصيل. بالنسبة لرقم 19 هنا كدير العنوان ديالك، العنوان كامل، ومتنساش هاد الكود بوستال ديرو ديال المدينة ديالك، وكدير ماروك في الأخير، وهنا كدير البريد الإلكتروني الاجتماعي، وخاص هاد البريد الإلكتروني يكون مكتوب مقاد ويكون مضبوط. هنا رقم الهاتف متنساوش ديرو زائد وداك يعني الرمز ديال البلد ديالك 212 أو 213 أو على حساب الدولة، ورقم الهاتف يكون مكتوب بحال هاد الشكل باش يكون أفضل، باش كتسهل حتى على داك اللي غياخد رقم الهاتف، يعني كتسهل عليه العملية. بالنسبة لرقم 20 هنا إلا كنتي كتسكن فشي دولة من غير هاديك اللي عندك الجنسية ديالها، مثلا انت مغربي عايش مثلا في مصر، أولا انت تونسي عايش في المغرب وخاصك تدفع من المغرب، يعني أنا كتعمر المعلومات والوثائق القانونية باش ساكن في ديك البلاد كتعمرهم هنا، في الغالب غدير نو. بالنسبة ل21 يعني المهنة ديالك، واش في التعليم، واش أونسينيون ولا أونسينيونت، كتدير المهنة ولا خدام في سيكتور بريفي ولا شي حاجة كتحطها هنا. بالنسبة لرقم 22 هنا كدير الاسم ديال الشركة فين خدام والعنوان ديالها ورقم الهاتف، وإلا كنتي طالب غدير المعلومات ديال الجامعة فاش كتقرا ولا الكلية أولا المعهد أولا المدرسة فاش كتقرا المعلومات ديالها تحطهم هنا، وغدير هنا étudiant. بالنسبة لرقم 23 هنا سبب السفر، واش سياحة، واش زيارة عائلية، واش يعني زيارة ثقافية شي معرض ثقافة تما بغيتي تمشي تشوفو ولا شي حاجة، واش شي نشاط رياضي عندك أولا شي زيارة رسمية يعني ولا لأغراض صحية ولا شي حاجة أولا دراسة أولا مثلا ترونزيت يعني غتبدل الطيارة في ديك الدولة، مثلا انت غادي لأمريكا وعندك ترونزيت مثلا في إسبانيا عندك واحد 10 سوايع تما غتسنى الطائرة ديالك يعني غتبغي تمشي للأوطيل ترتاح ولا شي حاجة غدير ترونزيت وكدير المعلومات. في الغالب كيهمنا حنا هاد التوريزم. رقم 24 هنا كدير تحلل السفر ديالك يعني السبب ديال السفر، مثلا السياحة هنا كتحاول تدخل جوجل كتشوف المدينة لاش بغيتي تمشي، مثلا كنتي داير مدريد دخل لجوجل قلب هنا أشهر البلايص المشهورين يعني في مدريد ودير واحد 2 ولا 3. كنتي دري من الأحسن دير مثلا بغيتي تمشي تشوف شي ماتش قلب تما شوف شي ماتش كاين في ديك الفترة اللي باغي تمشي فيها، ودير مثلا بغيت نشوف هاد الماتش ديال هاد الفرقة كونتر هاد الفرقة يعني كاين في لادات الفلاني، يعني ولا كانت عندك شي تيكي ديال داك الماتش شريتيها ولا شي حاجة تحطها في الملف يعني كتزيد تعزز الملف ديالك بشكل كبير. هادي إلا كانت أول مرة غتدفع، وتقدر تسول شات جي بي تي ولا شي حاجة غيعطيك أحسن الأماكن للزيارة وغتزيدهم تما. هنا رقم 25 هو الوجهة النهائية ديالك لاش غتمشي، غالبا إلا دفعتي مع إسبانيا راه غدير إسبانيا في الوجهة النهائية وفي الوجهة الأولى، هادي الوجهة الأولى لاش غتدخل يعني غدير إسبانيا. وبالنسبة لرقم 27 واش بغيتي في هاد 27 واش بغيتي التأشيرة يكون دخول واحد أولا دخول مرتين ولا دخول متعدد، يعني إلا خديتي مثلا فيزا وعطاوك فيها 3 شهور ومشيتي أسبوع ديال العطلة رجعتي بغيتي تعاود ترجع ميمكنليكش، صافي سالات الفيزا واخا مازال صالحة سالات حيت درتي دخول واحد، درتي مرتين يعني راه دخل 2 مرات صافي، من الأحسن ديرو ميلتيبل باش نتا يكون عندك الحق فوقاش ما بغيتي تمشي حتى كتسالى. هنا كدير التاريخ المتوقع اللي غتكون فيه تما، يعني مثلا 9/2/2025 وهنا التاريخ
الرجوع، يعني فوقاش غترجع بحالك. أنا من الأحسن ما ديروش شي مدة طويلة، يعني ما تكونش دير أسبوع، يعني ما تكونش شي مدة طويلة، يعني في الغالب ما تفوتش أسبوع بل من الأفضل. رقم 28 هنا واش فايتلك درتي البصمات أولا بطريقة واحدة أخرى واش فايت خديتي الفيزا. إلا كنتي نعم في الغالب كانت نو غدير نو، كانت وي غدير وي أن، وغدير التاريخ اللي خديتي فيها البصمات. إلا عقلتي نهار فاش مشيتي تدفع أول مرة راه دارولك البصمات أولا في المطار خداولك البصمات غدير داك التاريخ، وغدير هنا رقم الفيزا. رقم الفيزا منين كنجيبوه؟ ناخدو واحد المثال، هادي هي واحد الفيزا خديتها من جوجل. هنا رقم الفيزا هو هذا الرقم اللي كاين هنا، لكن ما تنساوش الثلاثة الأرقام اللي تيكونو هنا اللي كيشيرو للدولة اللي عطاتك الفيزا أول مرة. بحال إسبانيا كتلقى اس بي، فرنسا على ما أظن اف ار ا، تقدر الدول الآخرين كل دولة وعندها الرمز ديالها، ما تنساوش هاد الرمز اللي هو كنديرو هنا اس بي وكدير داك الرقم. بالنسبة ل 29، 29 هذا كيهم داك اللي عنده ترانزيت، يعني كدير المعلومات هنا داك اللي غيبدل الطيارة هو ما غاديش لديك الدولة. بالنسبة لرقم 30 هنا إلا صحاب لانفيتاسيون، إلا شي واحد صيفطلك لانفيتاسيون هنا كدير المعلومات ديالو، يعني هنا في هاد البلاصة كتعمر هنا الاسم الاسم الشخصي والاسم العائلي ديال الشخص اللي صيفطلك لانفيتاسيون. هنا كتزيد دير المعلومات ديالو، هنا العنوان والبريد الإلكتروني ديالو يعني والمعلومات ديال الشخص. هنا كدير رقم الهاتف ديالو. هنا رقم 31 إلا شي شركة صيفطتلك لانفيتاسيون، شي شركة صيفطتلك لانفيتاسيون غديرهم هنا. بالنسبة لرقم 32 في السفر ديالك يعني خارج البلاد، شكون اللي غيتحمل المصاريف ديالك؟ واش نتا غتحمل المصاريف ديالك شخصيا غتبرك على هادي. إلا كنتي غتحمل المصاريف الشخصية غدير هادي، وغتختار الطريقة باش غادي الطريقة باش غتكلف بالمصاريف ديالك. واش غتمشي بالكاش يعني غتبرك على هاد الأولى أرجون ليكيد، غدي شيك، واش أنك غتخدم بلا كارت بونكير يعني غدير هادي لا كارت بونكير. واش غادي يكون عندك يعني تكون حجز مسبق يعني الفنادق والمبيت ولا يعني تكون داير حجز مسبق. واش غتكون حجز مسبق ديال وسائل النقل من هنا يعني كتكون مخلصهم من هنا، أولا عندك شي طريقة أخرى غديرها هنا. إلا كان شي شركة اللي غتحمل ليك المصاريف غتبرك على هادي، أولا كان شي واحد الأب ديالك ولا شي واحد في الأسرة ديالك يدير ليك يعني هو تحمل المصاريف غيدير هنا، وغدير نفس داكشي اللي شرحنا هنا غديرو هنا. واش الكاش واش بلا كارت هادا واش يعني بهاد المسائل هادو تحددهم. رقم 33 هو السؤال اللي زادوه في هاد النسخة الجديدة ديال هاد الفورمولير، مكانش في هاد القديمة. 33 هنا تيقولك الشخص إلا كان شي واحد عمر ليك هاد الفورمولير ماشي نتا، يعني هنا غدير الاسم الشخصي ديالو والاسم العائلي ديالو والاسم الشخصي ديالو، هنا وهنا غدير البريد الإلكتروني ديال الشخص اللي عمر ليك الفورمولير مع العنوان ديالو، وهنا رقم الهاتف. إلا كان شي سمسار اللي عمر ليكم هادي منصحكمش ديرو المعلومات ديالهم، كان شي وكالة الأسفار و داكشي قانوني ممكن ديرهم، ومن الأحسن مديرهمش يعني كان تكون عمرتيها لراسك متحتاجش دير الطرف الثاني. وفي الأخير غادي ننزلو للأسفل، هنا غدير المدينة فاش غتدفع، وهنا غدير التاريخ اللي عندك في الموعد. درتي قبل ماشي مشكل، ولكن من الأحسن دير التاريخ ديال الموعد اللي غتحط فيه الدوسي. وهنا التوقيع يستحسن أنه يكون بستيلو، متوقعش يعني في الأورديناتور، حتى تامبريمي الأوراق عاد دير التوقيع ديالك. و إلا كان شي سؤال فمرحبا، اللهم يسر.